مع البخور عجعاجي. حبيت نقول لكم إن شاء الله مولدكم مبروك، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. إن شاء الله كل دار فيها الفرحة يا ربي. كيما تشوفوا قمت الصباح حطيت البخور عجعاجي في الدار، كيما الراش البخور ما تسميش عندي فرحة في الدار. كيف ما شفتوا على بركة الله نبداو. حطيت قهوتي حذايا وباش نبداو نعصتو كيما كل دار تونسية. فما دار تونسية فيها العصيدة العربي، فما دار تونسية فيها عصيدة السقوقو، فما دار تونسية فيها عصيدة البوفريوة، وكل قدير وقدره. حبيت نوريكم شوية من المشتريات نتاعي. الله غالب ما هزيتكمش معايا وما صورت لكمش، ما لقيتش الوقت بين خدمة بين دار بين اني بالحق ألف حاجة في مخي. تعرفوا مروح حدها في الغربة من غير ما نحكي لكم. هنا البنات حبيت نوريكم الصحافي متاعي جدد متاع السنة متاع العصيدة. عملت الموديل هذايا. الحق الصحافي هذوما خذيتهم انا لدار خطيبة ولدي. حبيت نعملها يعني الصحافي هذوما. ماما قالت لي اعمل لها صحفة الكبيرة، قلت لها لا، يظهر لي 4-5 صحافي في الموديل هذايا احلى. حسيلو اللي ما يسمعش كلام امه في الاخر تو تشوف شي يصير فيا. نفخت الزقوقو في الماء، حطيت إترا ماء مع الزقوقو من الليل البنات باش كي نقوم الصباح نلقاه جا محلول. انا ماخذه الزقوقو قبل ما نجي من تونس لايطاليا. جبت معايا زوز أسطلة. حبيت اسنان نعمل عصيدتي في داري. الحق نتاع ربي انا في اوروبا ممكن مره عملتها، ممكن في العادة ما نعملش. الحق متاع ربي في العادة أكثريتها نعمل في تونس. أما سنة تنقول لكم علاش اخترت أني نعمل في داري. هنايا كيف ما تشوفوا عندي شو اسمه هو الغربال شريته لي ماما قبل ما نجي من تونس. هنايا البخور متاع دبي. الحق بخور دبي جبته لي بسمة، ربي فضلها. هاكم تشوفوا حطيت قلت خليني نزيد نبخر. داري زما تكون تعجعش بريحة البخور. هاك نحس روحي طايرة، بالحق نحس روحي طايرة ونزغرت وحدي. نبداو كما قلت لكم على بركة الله. الزقوق وحليته في إترامي، عملته بالميكسور. رحيته وخليته الصباح مديته هنا باش نجي نستيه. كل وحدة وطريقتها، كل وحدة وبنة عصتها، وكل وحدة وكيفاش تتعامل مع المقادير وتتعامل مع سواء عصيد الزقوق وسواء عصيد البوفريوة. تبعوني خطوة خطوة ما نحكي لكمش على اللي عملته يا البنات. هوني صفيتها مرتين بما انه اسطل زقوقو مصفي، مكتوب عليه اسطل زقوقو مصفي. هاكم باش تشوفوا اللي الغربال تقريبا ما فيه حتى شيء. انا راني صفيتها باش ما تقعد ليش العصيدة حارشة. وهنا مع انا نستي والكل كلمت ماما باش تقول لي طريقتها. الحق تفرجت في برشا طرق في اليوتيوب. فما المحلاهم باهين وفما اختي ما عجبونيش. مثلا انا عصيد السقوق والبنات ما نحبش فيها حاجات زايده على عاده. نحط زبده ما نحطش، نكثرها الفرينه لا. نحبها تكون مطعمها اكثريته زقوقو. الحق متاع ربي قعدت نحكي انا وامي، قلت لها شنو نعمل العصيده متاعنا كيما ملفه تعملها لنا. قالت لي حط على إيترا 700 ولا إيترا و800 تقريبا ماء، عليهم 10 مغارف فرينة اللي هما 250 جرام. أمي ما تحبش الفرينة برشا في الزقوق، قالت لك المطعم الكل يمشي. وتحط عليها اشتر باكو سكر مرحي. قالت لي من المستحب كان عندك سكر توابع حط سكر توابع، راهو يجي أبن برشا من السكر العادي. هي ممكن مالفة هكيكا، قالت لي حط سكر توابع. قالت لي هو خير وأحسن بالحق. في نفس الوقت البنات هاكم شفتوني حطيتهم 10 مغارف تقريبا فرينة مكومين مليانين. وباش نزيد عليهم بالطبيعة أنا حاطة دبوزة فيها إترتين ماء حاطتها على جنب. مكل إترة صبيتها في الزقوقو، وهنايكا تقريبا صبيت نص إترة ولاو إترة و500 إترة ونص.
خليت منهم تقريبا كل شفتوه. هاكم تشوفوا باش نضربه شوية بالميكسور، بالروبو ميكسور اللي تحبوا انتم، بلانش اللي تحبوا انتم استعملوا. هنا باش نحلها بالميكسور ولا بلانش اللي تحبوا انتم استعملوا البنات. قبل ما نصبها في كزقوقو اللي صفيته باش ما تعملش لك عابر. وبالطبيعة راهو باش نعاود نصفيها كيما تشوفوا فيا مع الفارينة، باش نصفي الفارينة قبل ما نصبها في عصيدة زقوقو في الزقوقو البنات اللي مصفي من قبل وشفتوه. هاكم شفتوا الحق فارينة إيطاليا ما تلقاش فيها حتى حاجة، حق من أحسن الماركات ناخو. بصراحة طيارة طيارة طيارة. هوني بعد ما خلط الفارينة والزقوق مع بعضهم بطبيعتي باش نعاود نصفيهم للمرة الأخيرة، ومن بعد نهز نحطهم فوق الغاز. وتو تشوفوني الطريقة اللي باش نعملها تويكا، خاطر مش باش نعمل عصيد الزقوق وبرك، باش نحاول نعمل حاجات أخرين. قلت لكم راهو السنة اخترت نطيب في داري العصيدة، نفرح روحي ونفرح وليدي وبالحق نعيش اللحظة. كنت قبل البنات والله نفرح الناس الكل على حسابي، نشري للناس الكل الزقوق ولا نشري لهم اللي يحبوا هما، سواء في مناسبة في عيد في مولد في نفرح الناس الكل. انا نقعد ما نعملش قسما بالله، نقول انا تو في اوروبا علاش نعمل؟ لا غلط. من نهارة اللي خممت في روحي، نهارة اللي اخترت باش نعيش لروحي قسما بالله وليت نعيش راحة نفسانية غير طبيعية، راحة ما تشريش بمال الدنيا. والله يا البنات توا البنات قبل ما نمشي نطيب الزقوقو قلت خليني في ساعة نحط 250 جرام بفريوة، نحطهم نجمرهم ونعرجهم في الفور حتى يتحمروا على الاخر من غير ما نحرقوهم بالطبيعة، اما اللي ياخذوا اللون الذهبي الغامق. ومن بعد تو تشوفوا تبعوا معايا لحظة بلحظة. نفس الوقت قلت نعمل كل شيء مع بعضه باش من بعد كي نجي نطيب العصايد ورا بعضهم. هوني البنات ان شاء الله ما تدخلوش بعضكم، حطيت زادة 200 جرام متاع بيستاش باش نرحيه فرد مرة ونخليه على جنب، باش كي نطيب عصيدة السكوكو نلقى روحي ديجا حاضرة باش نطيب عصيدة البفريوة وعصيدة البيستاش. باش نعمل نقول لكم حاجة، عصيدة برجوازية المرة هذه. ايش قلت لكم راني اخترت روحي ولا ليه؟ وليت ندلل روحي ولا ليه؟ اي حاجة اي احتفال اي مناسبة نحتفل بها ما عادش نقول لا لا باش نحيا. هاكم ريتو رحيت البيستاش حتى لين ولا بات، ومن بعد خليته على جنب وتعديت ديريكت وكا حاضر البفريوة وحاضر شو اسمه هو البيستاش عجنته الكل. نطيب عصيتي نصبها في كوباتي ومن بعد نواصل المهمة متاعي. هنا وريتكم شو اسمه الحليب المركز، مش موجود بركة عند الجزارة ولا موجود حتى في وهذا السكر توب علي قتلي عليه ماما، موجود حتى في السوبر مارشي في كونت فاميلا. هنا يا ستي بدات تخثر هاكم تشوفوا في القوام متاعها كيفاش. باش نصب لها السكر وشوية مغرفتين حليب نسلي هاكم تشوفوا، على محبيش نكثر باش ما يبدلش مطعم زقوقو. وباش نزيد تشتر باكو سكر اللي هو 300 هاكم تشوفوا البنات بالعين. جاتني حلاوتها قد معدلة، وتوا باش تشوفوها كيفاش باش تغمق كي زدتها السكر وبديت تعمل فقاعات هاكم تشوفوا يا البنات. ما بنها جات بنينة. عرفتوا كالطنجرة كي بعد ما نفرخها نلحس فيها بسوابع كي ما نعملوش الطريقة هذه كما نتسموش نرجعوا في الصغر متاعنا. تفرجوا ما نحكي لكم شفتوها قديش غميقتها هاك. ما نحبهاش انا عاقده، البنات تحبها جاريه خاطر تدخل الفريجيدير باش تشد روحها. انا خليتها كيف ما هكا سوبل، ما نحكي لكمش على ريحه الزقوقو كيفاش خارجه. بنا جربوها وما كمش باش تندموا بصراحه توب. جيت لمرحله
اني باش نعبي الصحافي متاعي. واول صحافي باش نعبيهم الحق متاع ربي. نحب انا ندلل ونعزز ونفرح. اول صحافي باش يتعباو هما صحافي دار خطيبة ولدي. بصراحة ندللهم ونعمل لهم حاجة بالكدا ونعبي لهم من المغرفة الأولى كما تقول أمي. ديما الضيف ولا الصحفة اللي باش تقدمها الكل وخيتي أنا نعبيها من الأول كيف ماما. بصراحة هاكم تشوفوا فيا نعبي في الصحافي متاعي. هذيا عصيدة الزقوقو بالطبيعة الأولى. من بعد باش يجي فوق منها عصيدة البوفريوة، ومن بعد باش يجي فوق منها عصيدة البيستاش ولا العكس بيستاش بوفريوة. انتم وشنو تحبوا تعملوا. اما والله البنات ما نحكي لكمش على البنة والثخامة والفيانة، وكل واحد قد اللي يقدر ينجم يعمل عصيدة بوفريوة كما ما ينجمش، ينجم يعمل بيستاش كما ما ينجمش. كيف الحاجات الاخرين تنجم اعمل عصيدة عربي بالفارينة. هذوما توا البنات الكوبات متاع حبي واختي في الغربة بسومة ربي فضلها. ما نكذبش عليكم عبيت لها زاد الكوبات متاعها، وتشوفوهم النتيجة الاخرانية كيفاش باش تكون. الحق باش يجي فيديو طويل شوية، اما باش نخليه كيف ما هو على طبيعته. مانيش باش نقص منه حتى شيء، مانيش باش نعمل لكم دو بارتي، باش نعمل لكم فيديو كامل مكمل بعصيدة البفري وعصيدة الزقوقو وعصيدة البيستاش، معاها التزيين متاعها، معاها البخور متاعها، معاها كيما تراو بالضبط. كيما فرحت انا نحب نعدي لكم الطاقة متاعي والفرحة متاعي كيف ما هي. بصراحة هاكم تشوفوا. وانا نحكي مع امي البنات ذكرت توا نعمل لكم في المونتاج شنو اللي قالت لي. نضحك على روحي قسما بالله. قالت لي يا بنيتي ذهيباتك شبيك ما تلبسهمش. قلت لها امي اخطاني ما عندي علاش نلبس فيهم، تي انا تو نعمل في عصيده نلبس في الذهب. قالت لي قل لي وقتاش ناويه تلبس. ها البس قطعه من براسليتك خاتمك، البس ما تاع روحك حتى في دارك. قالت لي البسهم واغسل بيهم الماعون. قسما بالله يا البنات. قالت لي البسهم وسيق بيهم. قالت لي وقتاش ناويه تلبسهم ديما في الخدمه ولا في الدار، ما تحطش لا بلالط لا شركه لا حتى شيء. حسيت وريت الشركه اللي في رقبتي هزتني للصاغي سكرتها لي باش معاش نحيها من عنقي، خاطرني نحي كل شيء البنات. عبيت صحيفاتي وتعديت للمرحلة اللي بعدها اللي هي عصيدة البيستاش. هوني شديت الميكسر بتاعي، حطيت فيها 500 ml حليب، 500 مليلتر حليب، وباش نزيد عليها الخليط البات متاع البيستاش اللي رحيتها اللي هو 200 جرام بيستاش رحيته. هاكم شفتوه ما شاء الله أخضر، رحيته كيف ما تشوفوا فيه حتى ولا بات. البفري تقر زيتها برشا، البيستاش كيما تشوفوا فيه يولي كيما البات وكها. هاكم تشوفوا الطريقة على عينيكم. باش نحطهم مع الحليب، ومن بعد باش نزيد معاها الفرينة والسكر. هنيك في العصيدة الزقوقو السكر يتزاد في الاخر، لكن في عصيدة البوفريوة وعصيدة البيستاش انا نحط كل شيء مع بعضه كيف ما تشوفوا هاك. وهوني باش نحط الفرينة متاعي. هاكم تشوفوا مغرفة 2 3. شفتوا البنات حطيت تقريبا 80 جرام فرينة، 80 جرام فرينة، وعليهم 40 جرام سكر. تحب تحط أكثر سكر حط، راهو فما العصيدة الزقوق حلوة. وباش نزيدها شوية نسلي. شفتوا باش نصبها في البول في الطنجرة في اللي تحبوا انتم، ونحطها طيب على نار هادية. ما تنساوش 500 جرام حليب، عليهم عملت 300 ml ماء، 80 جرام فرينة، و40 جرام سكر للعصيدة البيستاش.
وكيف ما كل عصيدة يلزمنا نصفيوها، أما المرة هذه مش نصفيها بالغربة، باش نصفيها بالستاية هذية، وهاكم تشوفوا ما تلقاوش فيها حتى شيء، ونتعدى باش نطيبها. هوني حرك حرك عصد عصد. حبيت نوريكم اللي أنا حطيت كارتة فورنو فوق الغاز، وتحت منها الأليمنيوم على كالطش، وخيتكم ما نحكيش حسيلو كان نلقى نغطي الجنب متاع الغاز الكل على العصيدة اللي باش يصير. هاكم تشوفوا فيا نطيب وحايدة وحايدة حتى لين تعقد، ومن بعد بالطبيعة ما نخليوهاش عاقدة حجرة، وباش نمشيو مع بعضنا باش نصبوها فوق عصيدة الزقوقو. في المرحلة هذه زدت شوية حليب نسلي، شوية بركة البنات، تقريبا مغرفة حليب نسلي باش ما يبدليش مطعم عصيدة البيستاش. وتو تشوفوا حسيلو بنا عالمية. حبيت نوريكم التكستو متاع عصيدة البيستاش. وهنا الصحافي متاعي اللي تعباو بكري بالعصيدة الزقوقو، بالعصيدة هذه نحطها فوق عصيدة الزقوقو باش نعمل طبقة بطبقة. هاكم تشوفوا على عينيكم، بصراحة المنظر بركة يشهي. مازال باش يتحط عليها بالطبيعة عصيدة البوفريوة، ومازال باش يتحط عليها هكا الزينة. حتى الزينة اخترت اني نعمل حاجة بسيطة برشا البنات، بما انها مشخشخة بالبيستاش وبالبوفريوة قلت نزين حاجة سامبل. باش نكمل نعبي الصحافي، ومن بعد باش نرحي البوفريوة، نرحيها ونحطها في الروبو تترحى، ومن بعد نطيب العصيدة متاعها. ايش قولكم البنات؟ ايش رايكم؟ نحب الكلكم تكتبولي شنو رايكم في العصيدة متاعي. توا وصلنا لطريقة العصيدة البوفريوة. أول حاجة باش نحطها، كل واحد وطريقته، ما كل واحد يعرف كيفاش يعمل العصيدة البوفريوة. أنا العصيدة نعملها بالطريقة هذه بكامل تفاصيلها. باش نحط 200 جرام بوفريوة، عليها 300 مليلتر حليب و300 مليلتر ماء، يعني تقريبا كل 600. تحب تعملها الكل ماء اعملها الكل ماء، تحب تعملها حليب اعملها حليب. اما انا نحب الحق متاع ربي نخلط بين ماء وحليب. باهي، هوني باش نزيد توا الماء، ماء وحليب باش يتخلطوا مع بعضهم. انا عندي الكوب هذا الحق نقيس بيه، هاكم تشوفوا فيا حطيت تقريبا 700 مل بين حليب وماء. نجي لعجينة البوفريوة اللي طيبتها في الفور كيف ما شفتوني في أول الفيديو. من بعد ما ارتاحت أرحيتها حتى لين قرت الزيت متاعها، هاكم تشوفوا هاي حتى لين تقر زيتها. البوفريوة ما تعبتنيش في الرحيان، مش كيما البيستاش تحب له الحق باش هكا يقر الزيت متاعه. به هوني نصب البوفريوة متاعي، هاكم تشوفوا فيها قارة زيتها ما نحكي لكمش 200 جرام. انا الحق رحيت 250، طيبت في الفور 250 جرام، اما نحيت منها كعبات باش نزينهم من الفوق. هاك
اوكي، ريحتها فاوحة فاوحة ما نحكي لكمش. ماذا بيكم تحمروها اكثر من اللازم شوية، مش يعني تحرقوها، باش الريحة متاعها تخرج. محلى ريحتها، الحق البوفريوة ريحتها فاوحة، افوح من البيستاش، فيه ريحة وكل. اما البوفريوة فيها ريحة ما نحكي لكمش. هنا اوكي، تو نقول لكم السباتول وينو. لقيت العصا نتاع السباتول والوحده نتاعها اللي نعمل بها ما لقيتهاش، اضحكوا عليا. انا بقيتها ناكلها بالمغرفه راني بدنا ما نحكي لكمش عليها. هوني تويكا باش نزيدو، انا نحط 80 غرام 80 غرام فرينه البنات. 80 غرام فرينه، مغرفه فيها 25 غرام، زوز مغارف 50، ونزيدها مغرفه كيما تراوى هكا وشويه مكومه، تقريبا 3 مغارف معبيين بالكدا. والسكر كيف كيف نحط 80 غرام. تحب سكر اكثر اختي حط، انا نمشي بالطريقه هذه الحق ناجحه ناجحه بالكدا. عملت انا 4 مغارف اما ما همش مكومين، كان باش تحط 80 غرام حط مكومين. باهي، كل واحد وطريقته، كل واحد وطريقته. نهز نرحيه، هذه نتاع الماشين الاخرى، ومن بعد تو نوريكم شنو. نهز نرحيه الكل والبنات كيما شفتوه بفارينته بسكر وبحليب وبماء. نهز نمشي نرحيه ومن بعد نرجع لكم. بعد ما كملت البنات حطيتها في الميكسور الكل ورحيتها، حيتها باش تخلطت المكونات الكل مع بعضهم، باش نجي كيما العاده كيما عملت مع البيستاش ونصفيها باش كي تقعد هكا الكعابر نتاع الفارينه يتنحى. هاكم تشوفوا، شفتوا ما شاء الله. تو نوريكم كل شيء. الفارينه ما قعدت فيها شيء، الحق ناخذ الفارينه الباهيه انا باريلا ولا ناخذ اللي وريتها لكم في الخدمه هذيك اهاك. شفتوا، ونهز نطيبها وهاكم معايا بكامل التفاصيل نتاعها. هنا حطيتها على نار هاديه كما شفتوا، ونخليها تطيب. في الاخر بالكل باش نحط لها شويه حليب نسلي مغرفه. انا ماذا بيا ما نحطش فيها حتى شيء، حتى العطرشيه والكل ما نحبش، نحب تقعد ريحه البفريوه ونحب تقعد المطعم نتاعها. الحق الحاجات الزايده نتاع زبده وسكر زايد وهذا كل ما عنديش معاه. نحب حاجه تتخدم حاجات خفيفه باش تقعد النكهه نتاعها. نزر بالكم البنات باش نخلطكم تشوفوا الفيديو، وحبيت اثنين نشارك معاكم المولدي وحدي، وراو مش كل مرة وحدها ما يلزمهاش تعمل ولا ما يلزمهاش هكا تشيخ روحها ولا تزين صحافيها. شوفوا التكستور العزيزة الغالية، شوفوا البنات تكستور ما نحكي لكمش عليها. تفرجتوا هكا بدات تبقبق، نخليها 5 دقائق. ردوا بالكم لا تزيدوها لا زبده ولا حتى شيء، خليها كيف هي على طبيعتها. شوف الريحه ما نحكي لكم، مش نقول لكم شموا على خاطر انا قاعده نشم في ريحه مش نورمال نتاع البوفريوه. تفرجتوا وهوني وصلت انا وطنجرتي فيها عصيده البوفريوه. ما نحكي لكمش على الريحه، سيروا الريحه تخلطت بريحه بوفريوه والبخور عجعاجي في الدار. باش نكمل فما كوبات خليتهم باش نعملهم عصيده وبوفريوه برك. هاكم تشوفوا 3 كوبات كان مانيش غالطه، وديما نجرب في كوب صغير خاطر السخونه نحطها على العصيدات الاخرى، عصيده البيستاش ولا عصيده زقوقو، خفت لا تفزد لي. جربت في كوبات صغار وهذه النتيجه طياره. من المستحب ما تصبوش الليكيد متاع العصيده في الوسط، حاولوا تصبوا على جناب قبل. راني مجربه ونعرف اش قاعده نقول. كي تصبوا في الوسط تعمل لكم غرقه
ويدخل العصيدة البفريوة الداخل، وما يعملكمش التاجير متاع اللي نقولوا احنا طاق بفريوة، طاق بيستاش، طاق زقوقو. هاكم تشوفوا شقولكم في فطومة الفنانة الزعبانة الضحاكة، شقولكم فيها. تستناو فيا عندكم قداش؟ هاني جيتكم وجيتكم فيديو طيارة متاع امرأة تونسية في الغربة وحدها اختارت انها تعمل تحتفل بالمولد النبوي الشريف في دارها، يزيها ما احتفلت في ديار اخرين. اختارت انها تحل باب دارها، تبخر دارها وتحتفل، وهذه هي النتيجة اللي تشوفوا فيها قدامكم. إن شاء الله يا ربي الخير يعم في ديار الكل. إن شاء الله يا ربي الناس الكل اللي ما عندوش واللي عنده إن شاء الله ديما يعيشوا في الخير لعينيهم، وربي بقى علينا الستر، وربي يفضلنا وما يحوجنا لحد. ونحب نقول لكم راني نحبكم برشا، وحاولت نهبطوا نهار المولد أما ما نجمتش. هذوما إسحافي قدرة ربي ماشيين الخطيبة ولدي والعائلة متاعها. إن شاء الله أعطيوني رأيكم، حبيت نعمل حاجة فينو ونوريهم تقاليد التونسية متاعنا. هذه هي النتيجة صحافي عصيتي البرجوازية الثخامة والفيانة ما تلقاوها كان عند فطومة. هاكم تشوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذوك مكوبات بسومة. ان شاء الله غدوة كان عشنا هكا تبدا الذوق، وبعد تقول لكم راني باش نصورها ونقول لكم باش تعطيني رايها في العصيدة قدامكم انتوما. هنا التبخيرة الاخرانية.